مساء الخير، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب دايما تكونوا كلكم بخير. الفشة من الوصفات الشعبية اللذيذة اللي اتطلبت مني، خليني اعملها معاكم في الفيديو ده بالفلفل والثوم، وان شاء الله تعجبكم. تعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. هنحتاج مية في حلة السلق، هنحط فيها كل توابل السلق اللي بنحبها، وهنحط عليهم زيادة كمان بصلة كبيرة متقطعة مكعبات زي ما انا حطيت كده. انا هحط توابل السلق بتاعتي اللي هي ورق لورو وحبهان وعود قرفة، وممكن كمان نحط فصين قرنفل او شوية فلفل اسود حصى، ونحطهم في المية ونسيبها لما تغلي على النار. بعد ما تغلي المية هنحط الفشة بتاعتنا، طبعا بتكون مغسولة كويس بالخل والملح، وفاتحين الزور ومنضفينه كويس جدا، وشطفينها بعد ما غسلناها بالخل والملح، شطفناها كويس جدا. وبعد كده هنحطها في مية السلق ونسيبها تستوي، ما ننساش نضيف الملح عليها. هنحط لها معلقة كبيرة ملح ونغطسها كده في مية السلق، ونغطيها ونسيبها تستوي على النار. هي بتاخد نفس سوى اللحمة، بتاخد لها تقريبا ساعة ونص على النار. وما نزودش المية في الحلة لأن الفش أساسا بتنزل مية، فما نزودلهاش مية السلق. بعد ما يعدي ساعة ونص هنختبرها كده بالشوكة، هنلاقي ان الشوكة بتعدي منها بسهولة جدا، ده معناه انها استوت. هنصفيها من مية السلق ونغسلها بمية تاني كويس جدا من مية السلق، وبعد كده هنبدأ نقطعها قطع صغيرة. انا بحبها تكون صغيرة خالص في الطبق، متقطعة قطع صغيرة خالص، فبحاول ان اقطع صغير على قد ما اقدر. طبعا انتوا لو عايزين اكبر من كده براحتكم، تقدروا تقطعوها بالشكل اللي انتوا عايزينه. بعد ما قطعناها في طاسة سخنة هنحط معلقة كبيرة ليا متسيحة، مفيش ليا نقدر نحط بدلها معلقة زبدة وشوية زيت، لكن طبعا في أكلات المذبح دي الليا بتدي طعم أحلى، فلو متوفر هتكون أحسن طبعا. هنسيبها تسخن كويس، وبعد كده هنحط الفشة اللي احنا قطعناها، وهنفضل نقلب فيها لحد ما تتحمر من كل الجوانب. بعد ما تتحمر كلها بالشكل ده هنضيف لها معلقة كبيرة توم مفروم، ونقلبه مع الفشة لحد ما ريحة التوم تطلع معانا. بعد ما تطلع ريحة التوم هنضيف كمان 3 4 قرون فلفل متقطعين. يا سلام بقى لو كانوا فلفل حامي، هيدي طعم خرافة للوصفة. طبعا اللي ما بيحبش الحامي يقدر يحط فلفل بارد عادي جدا. وهنقلبه مع الفشة والثوم لحد ما يدبل، وبعد كده هنضيف التوابل بتاعتنا. التوابل هي ملح وفلفل اسود بس، هنضيف معلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، وهنقلبهم مع بعض ياخدوا لفة كده مع بعض على النار، وبعد كده هنقفل عليهم، وكده يبقى الوصفة بتاعتنا خلصت. هنغرف الفشة على جرجير او على بقدونس زي ما تحبوا، بنقدمها سخنة، ونقدم معاها سلطة خضراء وسلطة طحينة. ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو عشان يترفع يا جماعة، ولو انتوا اول مرة بتشوفوني اشتركوا في القناة، هتلاقوا وصفات كتير جدا هتحبوها.